السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتمنى تكونوا في وافر من الصحة والسعادة والخير. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة على طول. بس قبل ما أبدأ أتمنى من كل اللي يشوف الفيديو دوت إنه يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركش في القناة، ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. فيديو النهارده فيديو مختلف وحلقه مختلفه كده عن المحتوى اللي بنقدمه في القناه الفتره اللي فاتت كلها. هنتكلم النهارده في الفيديو ده عن فانتازي او فانتاسي الدوري الانجليزي، سميها بقى او قولها زي ما انت عايز تقولها. هتناول كده النهارده مع حضراتكم اللعبه، ايه هي الفانتاسي، ايه قواعد اللعبه، ايه الخواص اللي جوه اللعبه. هنتكلم كده ايه يعني ايه بشكل مفصل كده. هنتناول كل ما هو متعلق باللعبه. طبعا انا مدون كل حاجه قدامي عشان ما انساش حاجه طبعا وانا بشرح لحضراتكم او انا بتكلم امام حضراتكم. اول حاجه لعبه فانتازيا او فانتاسي الدوري الانجليزي. دي لعبه تقريبا هي اشهر لعبه متعلقه بمسابقه من مسابقات كره القدم على مستوى العالم. لعبه متعلقه بالدوري الانجليزي اسمها فانتاسي بريمير ليج. لعبه متعلقه بالدوري الانجليزي. اللعبه دي ببساطه انت بتاخد او بيكون معاك ميزانيه مكونه من 100 مليون. ال 100 مليون دول بتشتري بيهم 15 لاعب. ال 15 لاعب دول بتفضل بتتنافس او بتتسابق بيهم مع باقي المدربين على مدار الموسم، وتبدا تجمع نقط من خلال اللي بيعملوا اللعيبه دول في الواقع. يعني ايه اللعيبه اللي بتختارهم؟ بنشوف مثلا في لعيب منهم مثلا سجل هدف، في لعيب منهم عمل اسيست، وهكذا. دول بتاخد نقط للعيبه دي سواء على مستوى المشاركه دقايق، او على مستوى صناعه الاهداف، او على مستوى تسجيل الاهداف، او بالنسبه للمدافعين كمان على مستوى الخروج بكلين شيت، يعني ما يتمش تسجيل اي هدف في مرمى الفريق في المباراه دي. دي كده يعني ايه هي لعبه الفانتازي اختصارا بشكل مبسط. هنكمل طبعا. لعبه الفانتازي نتكلم عن الجوائز. الجوائز الخاصه باللعبه ديت في 3 مراكز طبعا. اول 3 مراكز على مستوى العالم. اللعبه دي بيلعبها ما يقرب من حوالي 10 مليون شخص على مستوى العالم. فالجوائز دي يا حبيبنا انت لا هتطلع الاول ولا هتطلع الثاني ولا حتى الثالث. انا بس اقولها لك عشان تبقى انت عارفها. جائزه المركز الاول على العالم طبعا دوت بيطلع اسبوع في انجلترا، بيحضر ماتشين للفريق اللي هو بيشجعه، وكمان مع الماتشين دول بيكون في طبعا الاقامه في فندق. كل دي طبعا يعني قيمها او تكلفتها مدفوعه. هو ما بيتحملش اي حاجه خالص الا بقى مصاريفه هناك وتنقلاته الشخصيه. وكمان بياخد مجموعه من الهدايا. بياخد لعبه فيفا النسخه الاوريجينال نسخه العام، بياخد بلاي ستيشن، وبياخد سمارت ووتش، وكمان بياخد شنطه فيها بعض المتعلقات مثلا زي مج عليه شعار الدوري الانجليزي، وتي شيرت مثلا للنادي المفضل ليه، وقلم ونوت وحاجات ايه من هذا القبيل. ده المركز الاولاني. وبياخد كمان جاكيت عليه الشعار او السلوجان بتاع الدوري الانجليزي. ده كده جوائز المركز الاول. الجاكيت ده بيكون من نايك. طيب المركز الثاني بياخد نفس الجوائز اللي بياخدها صاحب المركز الاول، ولكن بدل السمارت ووتش بياخد تابلت. ده المركز الثاني. المركز الثالث بياخد هي جوائز المركز الثاني، ولكن ما بيسافرش. بياخد الشنطه اللي فيها المتعلقات فقط لا غير، ما بيسافرش لانجلترا. دي كده الجوائز اللي انت مش هتكون اصلا ولا اول ولا تاني ولا تالت. انا مش بحبطك، هي القصه كلها مجرد لعبه ترفيهيه، ولكن يعني في ناس بجد بيبقى مستويات اختياراتهم للاعبين بتكون فائقه وبتكون عاليه جدا جدا جدا. نكمل في الفيديو بتاعنا. اللعبه ال 15 لاعب دول انت بتختارهم من خلال ال 100 مليون دول. بيكونوا 2 حراس مرمى، طبعا حارس بيلعب وحارس بيكون احتياطي، حارس بيختار في تشكيلتك يعني، و5 مدافعين و5 لاعبي خط وسط و3 مهاجمين. دول كده ال 15 لاعب بتوعك. كمان من ضمن الخواص اللي موجوده عندك انت بتختار طبعا ال 15 لاعب دول 11 لاعب احتياطي، 11 لاعب اساسي عفوا، واربع لاعبين احتياطيين. ال 11 لاعب الاساسي دول بتختار من ال 11 دول لاعب الكابتن، بتكابتن اللاعب ده. يعني ايه لاعب الكابتن؟ يعني اللاعب دوت
بيتحسب لك عليه ضعف النقاط اللي خدها. يعني مثلا اللاعب ده مثلا انا كابتنته في الجوله دي، وليكن مثلا سي محمد صلاح هو الكابتن بتاعي في الجوله دي. محمد صلاح لما كابتنته جاب لي مثلا 7 نقاط، هو جاب 7 نقاط، يبقى انا لما كابتنه هيتحسب لي 14 نقطه. الفايس كابتن نائب الكابتن ده بختاره برضو كل جوله مع الكابتن. ده بيكون يعني ايه فايس كابتن؟ يعني لو الكابتن بتاعك اللي انت اخترته ما لعبش المباراه لاي سبب، سواء اصابه او استبعاد او يعني ما لعبش المباراه لاي سبب من الاسباب، يبقى النقاط اللي بياخدها الفايس كابتن بتتحسب لك في 2، لان هنا هو بيتحول او بيكون الكابتن بديل او نائب عن الكابتن اللي انت اختاره ما لعبش. ده كده الكابتن والفايس كابتن. كل جوله انت بيكون ليك تبديله او تغييره واحده بس في الجوله. يعني ايه؟ انا بختار مثلا الفريق بتاعي ال 11 لاعب اللي اخترتهم في الجوله دي، عايز مثلا الجوله اللي بعديها وانا بعمل التشكيله او بختار 11 لاعب بتوع الجوله اللي بعديها، انا ليا لعيب واحد بس اغيره فري، ما بيتخصمش مني او ما بيتسلبش من رصيدي اي نقاط. اكتر من كده بيتقسم عن كل لاعب 4 نقاط. يعني مثلا لو غيرت في الجوله لاعبين 2 لعيبه، لعيب بيبقى فري واللعيب التاني بيتخصم عليه 4 نقاط. غيرت 3 لعيبه بيتخصم منه 8 نقاط، وهكذا. يبقى لاعب ما بيتحسبش عليه حاجه، وبعد كده اي لاعب ب4 نقاط. طيب التبديله دي اللي ممكن او اللي مسموح لي اعملها كل اسبوع، ينفع احوشها او ينفع اخزنها الاسبوع تاني؟ ينفع، لكن ما ينفعش اخزنها لاكتر من اسبوعين. يعني ايه؟ انت ليك مثلا تبديله في الاسبوع، الاسبوع اللي بعديه او الجوله اللي بعديها ما استخدمتش التبديله دي، هتتشال الاسبوع اللي بعده. هيبقى عندي هنا الاسبوع اللي بعده اقدر اغير تغييرتين مجانا من غير ما يتخصم مني اي نقاط. طيب لو سبتهم للجوله الثالثه، لا مش هتحسب لي، مش هيبقى عندي 3 تبديلات، هيبقوا عندي هم 2 بس. يبقى اقصى حاجه اقدر احوش فيهم التغييرات هم ان يكون عندي تغييرين او 2 ترانسفير فور فري فقط، ما ينفعش يكون او يتحسب لي اكتر من كده. طيب الديدلاين بتاع الجوله قبل كل جوله، اول مباراه مثلا بيتلعب في الجوله بيتلعب مثلا الساعه 7 بتوقيت القاهره مثلا. قبل المباراه اللي بتتلعب في اول مباراه في اي جوله قبلها بساعه ونص بيبقى خلاص ديدلاين، ما تقدرش تغير اي حد او تعدل او تعمل اي اديت على التشكيله بتاعتك. لو استنصحت وعملت اي تعديل في التشكيله دوت طبعا بيتحسب من تعديلات او تغييرات الجوله اللي بعديها. فخلاص انت بالفعل طالما الديدلاين قفل عليك، اي حاجه انت هتعملها بعد كده مش هتتحسب في خلال الجوله اللي انت اصلا بتستنصح وعايز مفكر ان انت التبديل ده او التعديل دوت هيتحسب في الجوله دي. لا طبعا الجوله خلاص اللي قفل عليها الديدلاين اتحطت بالتشكيل بتاعها بالكابتن بالفايس كابتن، لو مستخدم خاصيه اللي هنتكلم عنها كمان شويه خلاص. ولكن لو بعد الديدلاين استخدمت اي تعديل ده بيكون متعلق بالجوله التاليه للجوله دي. نيجي بقى نتكلم عن الخواص. في مجموعه من الخواص اللعبه بتتيحها للمدربين بيقدروا يستخدموها على مدار الموسم. 4 خواص هنتكلم عنهم. اول خاصيه وهي اهم خاصيه تقريبا التريبل كابتن. التريبل كابتن دي خاصيه بتستخدمها مره واحده بس في الموسم. دي خاصيه انت بتعين لاعب من تشكيلتك ال 11 لاعب بتخليه هو التريبل كابتن، وده اللاعب دوت بتاخد نقاطه مضروبه في 3. يعني ايه؟ لاعب مثلا سي لو سون انا خليته تريبل كابتن في الجوله دي، سون مثلا جاب في الجوله دي 10 نقاط، يبقى يتحسب لي 30 نقطه. ودي الخاصيه دي بستخدمها مره واحده بس في خلال السيزون بتاع الفانتازي. الخاصيه الثانيه وهي خاصيه البنش بوست. البنش بوست او النقاط اللاعبين اللي على الدكه. انت عندك طبعا في كل جوله عندك 4 لاعبين موجودين على الدكه. طيب انت ليك برضو مره واحده تستخدم البنش بوست. يعني ايه البنش بوست؟ اي لاعب على الدكه جاب نقاط بتتحسب مع النقاط الاجماليه بتاعه الجوله لو استخدمت الخاصيه دي، ودي بتستخدمها مره واحده بس في السيزون. طب معنى الكلام ده لو انا يعني نقاط الدكه ما بتتحسبش اصلا؟ لا طبعا ما بتتحسبش نقاط الدكه اطلاقا الا لما تستخدم الخاصيه دي. طيب امتى ينزل لك حد من على الدكه؟ عشان برضو ما ننساش النقطه ديت. هنفرض ان انت مثلا عندك لاعب في التشكيله الاساسيه ما لعبش، واللاعب ده ما اشتركش ولا ثانيه في المباراه او في الجوله ديت. اللاعب ده لو في عندك لاعب في الدكه جاب نقاط، اللاعب دوت بينزل مكان اللاعب اللي ما لعبش. طب لو اكتر من لاعب جابوا نقاط بينزل مكان اللاعب اللي ما لعبش اكتر لاعب جاب نقاط في الجوله دي. يبقى ده كده الخاصيه الثانيه، او اتكلمنا عن الخاصيه الثانيه اللي هي البنش بوست. الخاصيه الثالثه وهي الفري هيت. ايه الفري هيت دي؟
الفري هيت دي برضو خاصيه بتستخدمها مره واحده في السيزون بتاع الفانتاسي، ودي عباره عن ان انت ممكن تهد الفرقه بتاعتك بالكامل وتعمل تشكيله جديده مكونه من 15 لاعب جديد لمده جوله واحده. يعني مثلا انا في الجوله دي عندي تشكيله ما وبلعب بيها، الجوله اللي بعديها انا ملاحظ كده ان ايه اكتر من لاعب عندي مش هيلعبوا، في اكتر من لاعب عنده اصابه، في اكتر من لاعب مثلا تم استبعاده لاي سبب، ومش عايز اغير اكتر من تغيير عشان ما يتخصمش مني او ما يبقاش عندي ماينس لعدد نقاط كبير. فبستخدم الفري هيت، بختار تشكيله جديده خالص اكني لسه اول مره داخل العب اللعبه، ولكن دي بكل جوله واحده بس. بدايه من الجوله اللي بعديها على طول برجع لتشكيلتي الاساسيه اللي هي قبل ما افعل خاصيه الفري هيت. دي خاصيه الفري هيت. والثالث خاصيه، رابع خاصيه الوايلد كارد. الوايلد كارد دي خاصيه ممكن استخدمها واقدر استخدمها مرتين في السيزون، مره في قبل نهايه الدور الاولاني ومره في الدور الثاني. الوايلد كارد دي خاصيه انا بقدر من خلالها ان انا اعمل فريق او اختار 15 لاعب من جديد، ودي الفرق بينها وبين الفري هيت ان ال 15 لاعب دول اللي انا بختارهم لما بفعل الوايلد كارد بيكونوا مكملين معايا لحد ما انا اعمل اي ترانسفير على التشكيله. ودي ما بتخصمش مني اي نقاط، يعني شوف انا مغير التشكيله كلها ما بتخصمش مني نقاط خالص لما بفعل الوايلد كارد. ودي بستخدمها قلت مرتين، مره قبل نهايه الدور الاولاني ومره لحد نهايه الموسم اصلا. دي كده الخواص بتاعه اللعبه. طيب في حاجه تاني، بدايه من الجوله رقم 16 في جولات الدوري الانجليزي بيكون فيه بيظهر حاجه جديده او مسابقه جديده، الكاس بتاع الفانتاسي اللي هو الهيد تو هيد. الكاس ده عباره عن ايه؟ بتيجي في الجوله ال 15، في نهايه الجوله ال 15 بياخدوا في الرانك اعلى 4 مليون وكسور كده على مستوى اللعبه كلها، على مستوى العالم كله. ال 4 مليون وكسور دول بيخشوا في كاس هيد تو هيد كده، انت بتلاقي نفسك بتلعب مع اي مدرب فانتازي من لاعب مثلا من اي حته في العالم، بتلعب معاه من اول الجوله ال 16. اللاعب اللي بيحصل على نقاط اكتر في الجوله دي بيصعد للجوله اللي بعديها وهكذا الى ان يصل للمباراه النهائيه، واللي بيتغلب طبعا او اللي بيجيب نقاط اقل بيخرج من بطوله الكاس. طيب اللي بيفوز ببطوله الكاس ديت بياخد نفس جوائز صاحب المركز الثاني على مستوى الموسم بالكامل، الجوائز اللي احنا قلناها في اول الفيديو. دي كده تقريبا كل حاجه متعلقه بشرح قواعد اللعبه ويعني ايه اصلا فانتازي من الاصول. يا رب اكون يعني بسطت وشرحت الحاجه بشكل مبسط يقدر اللي ما لعبش اللعبه قبل كده يفهمها. وطبعا الكلام اللي انا قلته دوت معظم اللي لعبوا اللعبه او كل اللي لعبوا اللعبه تقريبا عارفين الحاجات دي كويس، مش جديده عليهم، ولكن طبعا انا حبيت اعمل كده عشان يبقى الناس اللي هتلعب اللعبه لاول مره وهتشارك في اللعبه دي لاول مره يبقوا عارفين يعني ايه فانتازي الدوري الانجليزي. طيب بالنسبه بقى للتشكيلات واللاعبين، من وجهه نظري يعني في نصيحه كده عايز اقولها برضو بحكم خبرتي. انا بلعب اللعبه دي بقالي حوالي 3 او 4 سنين، فيعني انا مش توب مش بيرفكت فيها، ولكن على قد يعني حاجه بسيطه عايز اقولها. بقدر الامكان ما تحاولش ان انت تجيب اكتر من مدافع من فريق واحد في الدوري الانجليزي. انت طبعا كل فريق ما تقدرش تجيب منه اكتر من 3 لاعبين، يعني مثلا ليفربول ما ينفعش تجيب منه اكتر من 3 لاعبين، السيتي نفس الكلام، اي فرقه من فرق الدوري الانجليزي كلهم اقصى عدد لاعبين تختارهم من الفريق الواحد هو 3 لاعبين فقط. فابعد بقدر الامكان عن انك تعمل دبل لخط الدفاع 2 لاعبين من فريق واحد. طيب مين الفرق اللي هتكون عليها العين او هتكون مثلا مصدر قوه انك تختار تشكيلتك او معظم تشكيلتك ونقاط قوتك من الفرق دي؟ بتتكلم طبعا على ليفربول، مانشستر سيتي، اليونايتد، ارسنال، تشيلسي، الفرق دي كلها يعني ممكن ليستر سيتي، الفرق دي كلها، توتنهام طبعا بعد التدعيمات الكبيره اللي عملها. دي الفرق اللي هي ايه هتكون تقريبا كل التشكيلات 70 او 80% من الفرق متكونه من الفرق دي. طيب في لاعبين يعني لازم يكون موجود عندك منهم على الاقل 4 أو 5 لاعبين في تشكيلتك. طبعا يعني كل واحد انت مرتبط ب3 لاعبين من كل فريق زي ما قلت، ومرتبط ب 100 مليون بس. طبعا انا لو عليا وحضراتكم طبعا انا عايز يكون عندي صلاح وسون وهاري كين وهالاند ونونيز وستيرلينج ودي بروين ومش عارف ايه وفان دايك وارنولد وليله. لكن طبعا انت مرتبط او محكوم بميزانيه 100 مليون بتصرفهم،
وكمان محكوم ان انت عندك 3 لاعبين فقط من كل فريق. في لاعبين بقى زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون عندك على الاقل في تشكيلتك متواجد منهم 4 أو 5 لاعبين على الاقل. حراسه المرمى لو هتتكلم هتلاقي المعظم يعني 60-70% من المدربين بيختاروا اليسون او ايدرسون حارس مرمى ليفربول ومانشستر سيتي، واحد منهم بيكون موجود يعني بنسبه كبيره يعني في المطلق. ولكن في طبعا من الناس بتختار حراس يعني مثلا خارج الصندوق وبينجحوا، زي حارس مثلا ليدز يونايتد السنه اللي فاتت عمل تصديات كتير جدا وجاب نقاط كبيره جدا. بالنسبه لخط الدفاع ارنولد تقريبا هو واحد من اللاعبين اللي معظم المدربين على مستوى العالم بيختاروه. ارنولد على مستوى الصناعه التهديفيه السنه اللي فاتت ارنولد تقريبا تاني اكتر لاعب في الدوري الانجليزي عمل اسيست في الدوري الانجليزي، فلاعب من اللاعبين اللي بيلعب كورنرات، بيلعب فاولات، بيعمل يعني تمريرات اسيست كتير، فبيتحسب له عليها نقاط. فارنولد واحد من اللاعبين المهمين جدا اللي لازم يكونوا موجودين في تشكيلتك. نفس الكلام على روبرتسون وكانسيلو لاعب مانشستر سيتي، برضو من اللعيبه المهمين جدا في انك تختارهم في الفانتاسي. في ريس جيمس لاعب تشيلسي، برضو لاعب من اللاعبين ظهير من الاظهره اللي بتتقدم، مميز جدا في التصويبات، مميز جدا في الاسيستات، فبرضو لعيب يجيب لك نقط. على مستوى طبعا نص الملعب يعني بتتكلم على محمد صلاح. طبعا محمد صلاح اخر 4 مواسم هو تقريبا اعلى لعيب بيجيب نقاط في اللعبه، لكونه اللاعب الاكثر تهديفا في الدوري الانجليزي، وكمان الاكثر على مستوى صناعه الاهداف على مستوى الدوري تقريبا. سون برضو واحد من اللعيبه المهمين. هاري كين بقى، هالاند، خيسوس مهاجم ارسنال الجديد، فاردي، رونالدو، يعني مين تاني؟ لعيبه كتير بصراحه. في لويس دياز، لويس دياز ليفربول. ففي اكتر من لعيب موجودين، اسماء كبيره واسماء بتجيب نقاط ومعدلاتها التهديفيه سواء على مستوى التهديف او الصناعه عاليه جدا. لازم يكون عندك منهم على الاقل 4 أو 5 لعيبه. دي اول حلقه انا حبيت ان انا اعملها عن الفانتازي. يا رب اكون وفقت في عرض كل ما هو متعلق باللعبه. ان شاء الله باذن الله يعني هعمل دوري، هسيب اللينك بتاعه او الكود بتاعه في وصف الفيديو دوت. الدوري حتى لو اشترك فيه 10-15 واحد مش مهم، يشترك في الدوري. وان شاء الله باذن الله مع نهايه الموسم اللي هيطلع الاول على الدوري باذن الله هيكون في جيف اواي بسيطه مني، وهي ان هقدم له تي شيرت خاص بالفريق اللي بيشجعه باذن الله. اتمنى من كل اللي شاف الفيديو دوت انه يقول لي رايه في الفيديو، وشاركوني كمان بتعليقاتكم وتشكيلاتكم، واتمنى انكم تدعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في حلقات وفيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.